السلام عليكم، أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. عايز تسافر ما عندكش كارير، قهوتك الجميلة، عدل الانترو وهقول لك تعمل ايه. السلام عليكم، أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. كمل الفيديو ده للآخر، إن شاء الله الفيديو ده ممكن يساعدك ازاي تسافر وازاي تبدأ في مجال جديد. لو ما عندكش كارير، مش خريج هندسة، مش خريج طب، عندك المجالات البسيطة، خريج كلية سياحة، خريج تكنولوجيا معلومات، سوري معهد لسه يعني، مش شايف انت هتشتغل في ايه، ما عندكش مجال، خريج كلية تجارة وما عندكش الفرصة ان انت تبدأ في مصر. حتى لو بدأت في مصر وبدأت اشتغلت مثلا في بنك من البنوك الواو في مصر، مرتبك او حياتك مش هتعمل حاجة. مش تقدر تبني مستقبل كويس في مصر يعني، أو في سوريا، أو في لبنان، في الدول العربية اللي هي حالتها على قدها. يعني زي أنا كمصري قعدت في مصر أشتغل في مجال السياحة أكتر من 10-12 سنة، وفي الآخر وفرت شوية فلوس أسافر بيها. يعني مش هقول إن أنا مثلا من السياحة عملت فلوس واو في مصر. في فلوس واو في مصر في مجال السياحة، بس أنا واحد من الناس بحب افرفش على نفسي. ما بحبش اخلي فلوسي بقى كده حاططهم على بعض وما بعملش اي حاجه. لا، انا بحب اتمتع بحياتي وبحب اسافر وبحب اقضيها بمعنى اصح. بالنسبه للسفر وبالنسبه لدبي، انت مثلا كمثال، مثلا انت شغال في الريل استيت في مصر، او انت عاجبك مجال الريل استيت اللي هو مجال العقارات، وعايز تيجي هنا. انت حبيب قلبي لو جيت هنا، انت لو مؤهلاتك واو جدا وهتعرف تلاقي شغل وعامل بلان لنفسك كويسة، اوكي. انا بتكلم بقى على الشخص التاني اللي هو لسه مؤهلاته بسيطة، السكيلز بتاعته بسيطة، عايز يكمل في المجال وحابب المجال بس مش عارف يجي هنا يعمل ايه. لو انت قريت او اتفرجت على فيديوهات، عارف ان هنا الشركات معظمها هيديك كوميشن، ومش هيديك بيزك سالري او حاجة، وهتفضل عايش مش عارف تدفع ايجار ولا عارف تعمل اي حاجة، ومستني بقى على كف عفريت عايز تبيع وحدة او عايز تبيع شقة علشان خاطر يدوك كوميشن وتقدر تعيش كام يوم بعدها. ده لو عرفت تبيع اصلا. فانت عايز ستيب عشان توصل للمرحله دي. ايه الخطوه او ايه المجال اللي انت تعدي عليه يخليك تبدا، او يخليك تعمل نتورك، يخليك تعرف عن الدوله وعن الاماره، عن دبي يعني. مثلا لو تشتغل في دبي، لازم يبقى عندك خبره عن دبي عشان تقدر تشتغل على عقارات في دبي. يعني مش هتيجي تقول لهم انا جاي من مصر عايز اشتغل في العقارات، يقول لك طيب في عقار في مثلا في جي في سي، او عقار في جي بي ار، او عقار في المارينا، انت مش عارف اصلا فين العقار. فانت هتشتغل، انت عارف من اهم السكيلز بتاعتك ان يبقى عندك نوليدج عن المدينة او عن الامارة اللي انت شغال فيها. فانت ازاي تعدي الستيب ديت؟ بالنسبة لأي شغلانة تانية، انت ممكن تبدأ بأي شغلانة تانية. انا هقول لك ايه الشغلانة التانية ديت او ايه المجال التاني، بس عامة لو انت رحت تشتغل في اي شغلانة تانية برضه هيبقى ليها عواقب. انت مثلا عايز هتاخد مرتب قليل، عايز تأجر، عايز مواصلات، عايز سكن، عايز اكل، عايز شرب. فبرضه هتبقى شاغل دماغك ان انت عايز تيجي تعمل اكل، عايز تجيب اكل، عايز سكن، في حاجة باظت في السكن، صاحب الشقة عايز يبيعها، صاحب الشقة عايز يأجرها لحد تاني. فانت مش هيبقى عندك المجال حتى ان انت تتعلم حاجة تانية، او مضيع وقتك بتدور على مواصلات، مستني مترو، مستني يعني حاجات كتير كده هتضيع وقتك. وممكن الشغل اللي انت تشتغل فيه يبقى مش ستيبل من ناحية الاجازات، من ناحية الاوف بتاعك، الاجازة بتاعتك اللي هو اليوم الراحة في الاسبوع يعني. فانا واحد من الناس بقول لك ان مجال السياحة ده مجال سهل وبسيط. مش سهل وبسيط ان انت تيجي دبي هنا من مصر او من سوريا تقول لا انا اشتغل في مجال السياحة. لا، ممكن ما تلاقي، ممكن بنسبة كبيرة جدا 90% ما تلاقيش شغل، ب95% كمان ما تلاقيش شغل. ليه؟ علشان خاطر في ناس كتير عندها خبرة وجاية البلد دي بخبرة في الهوسبيتاليتي، عندها مهارات تأهلها انها تشتغل، فمش هيسيبوا الراجل اللي هو بيشتغل بقاله سنين في السياحة دوت ويجي ياخدوك انت. فانت اهل نفسك في مصر، اهل نفسك في سوريا، اهل نفسك في لبنان، اي كانت الدولة ايه، في السودان،
وتعالى. هتقولي مثلا إيه؟ علشان لوني، عشان خاطر مش عارف ايه. لا، هو اللي هي هنا في جنسيات يعني لا حصر ولا عدد لها، يعني كل الجنسيات موجودة هنا في الدولة في الإمارات. بس انت محتاج حاجة واحدة بس، انت لو ما بتعرفش انجليزي خليك في بيتكم، او سوري اتعلم وتعالى. بس لو مش عايز تتعلم يبقى خليك في بيتكم، عشان خاطر هنا حتى العرب بيتكلموا انجليزي. يعني مثلا انا واحد عربي داخل عليا وانا شايف انه عربي مكتوب على وشه كده، انا مصري انا سوري انا لبناني، وبرضه بيكلمني انجليش. انا ساعات خلاص بقيت، يعني مش ساعات، انا بقيت اعمل كده. يعني مثلا اي حد داخل عليا بكلمه انجليزي، ما بقى كلمني عربي اوكي برد عليه عربي. بس في ناس اصلا لما تيجي تكلمها عربي تردش عليك عربي. فانت لو ما عندكش عربي فبلاش تسافر، او لو ليك حد هيساعدك وهيجيب لك شغلانه اوكي. بس ما اعتقدش ان الامارات فيها حد غير مثلا يكون اونر، صاحب حاجه، صاحب عمل، وهو هيشغلك قريبك وهيشغلك. لكن حد يجيبك كده من الصحراء في مصر ويقول لك تعالى هلاقي لك شغلانه في فندق مش عارف ايه، ما فيش الكلام ده. الكلام ده مش موجود. فنصيحتي للناس اللي عايزه تبدا، لو مجالها سياحه ابدأ في الإمارات. لو مجالك مش سياحة ومجالك حاجة تانية ابدأ في السياحة. خد مثلا 6 شهور، سنة أقل حاجة في مصر. أنا بتكلم عن الناس اللي هي فريش لسه خريج ما عندوش مشكلة إنه يشتغل سنة. في ناس يلا بسرعة بسرعة ما فيش صبر والكلام ده. بس لا، اللي لسه خريج ده لا، أنت عندك المجال إن أنت تشتغل سنة وتختلط بسوق العمل وتاخد اكسبيرينس علشان خاطر تأهلك لما تيجي هنا تعرف تواجه سوق العمل. يعني بمعنى أصح هنا الدنيا مش سهلة، واللي فاكر إن الإمارات سهلة، الإمارات مش سهلة. أنت هتلاقي فرص هنا حلوة. يعني مثلا هنا إن أنت ممكن تعمل مستقبل، هتعمل مستقبل كويس جدا. بس لو معلكش ضغط. معنى إيه معلكش ضغط؟ مفيش يعني مش مرتبط مش متجوز. تيجي هنا تبدأ واحدة واحدة بقى. مفيش حاجة بقى اسمها لا ده أنا لازم أشتغل مثلا 4 5 شهور وأبعت عشان خاطر أجيب العفش. عمرك ما هتعمل حاجة هنا عشان تبقى عارف يعني. عمرك ما هتطلع رخصة، عمرك ما هتشتري عربية، عمرك ما تروح تدور على فرصة تانية، عشان أنت دماغك متسيستمة إن أنت عايز تبعت فلوس لحاجة معينة أو عايز تبني حاجة معينة في مصر. فمش هيبقى عندك الإمكانية إن أنت تفكر وتطور من نفسك. ما عندكش كارير ابدأ بمجال السياحة. أو لو عندك فكرة تانية، دي فكرتي ليك أنا، برشح لك حاجة ممكن تساعدك علشان خاطر السياحة أو مجال الفنادق عامة في الإمارات أو في أي حتة في العالم. مجال الفنادق بيوفر لك سكن. يعني أنا دلوقتي بكلمك من الغرفة، هو أنا وواحد فيها. يعني أنا واحد عندنا برايفت يعني باثروم، عندنا حمام في الغرفة، والكيتشن أو المطبخ شيرنج. بنطلع احنا في غرفتين في الشقة شيرنج على المطبخ. بس عندي الباص بقى، مش هطلع ادور على باص ياخدني للشغل، مش هستنى مترو او المترو هيقفل مش هعرف اروح بيتنا وادفع تاكسي. السكن حنفية باظت، هفضل بقى ادور على سباك وادفع فلوس وادور على صاحب الشقة ويقول لي اخصم من التأمين بتاعك. لا، كل حاجة عندي مثلا حاجة باظت في الشقة هكلم السوبرفايزر بتاع السكن يصلح لي الحاجة دي. الفيديو ده سريع وبسيط، انا مش عايز اطول عليكم. انا بس حبيت الناس اللي هي سوري ما عندهاش مجال، او مثلا كان شغال في ده كتير حصل وانا عملت كده. يعني مش اللي هو انا طالع من بيتنا طيار، لا. الناس اللي اشتغلت في محل ملابس، الناس اللي اشتغلت في كافيه، الناس اللي اشتغلت في مكتبة، الناس اللي اشتغلت في صيدلية وهي مش ما يعرفوش حاجة عن الصيدلة. الناس اللي هي ما عندهاش مجال وعايزة تبدأ، عايزة تسافر بس بيقول إن أنا ما عنديش مجال. ممكن تبدأ عندك الغردقة، عندك شرم الشيخ. اشتغل سنة، خد فكرة. أنا عندي ناس هنا جت اشتغلت اللي هو الجارسون معروفة بالمصري، اللي هو ويتر، اللي هو بيقدم طلبات أكل أو كده. ودلوقتي مثلا سوبرفايزر مشرف في قسم حجوزات في فندق 5 نجوم، واللي اشتغل مدير في ريسبشن في مش عارف فندق ايه. فهو ايه ستيب باي ستيب كده. تعالى اتعلم، خد أول كونتراكت أول عقد، طور من نفسك. ادرس. مش معنى كلمة ادرس ان انت تروح الجامعة، لا. ادرس لغة تانية اونلاين. ادرس ازاي تطور من ذاتك وتشتغل على نفسك وتقوي من مهاراتك علشان خاطر تاخد المرحلة اللي بعدها والنكست ستيب. وان شاء الله ربنا يكرمكم. انا من هنا
من الإمارات. بقول لكم إن شاء الله التوفيق ليكم جميعا، كلنا نقدر، بس هي الدنيا صعبة شوية في الأول، وبعد كده أنت بتطلع، مش بتفضل، مفيش حد بيفضل على حاله. فلو ما عندكش مجال في مصر، ابني لنفسك مجال السياحة دوت وتعالى هنا، هتلاقي نفسك اشتغلت وكل حاجة. بس نصيحتي ليك، رقم واحد هنا في الإمارات اللغة الإنجليزية. لو ما عندكش اللغة يعني بلاش تيجي وتضيع فلوسك على الفاضي، فادرسها الأول في مصر أو خد منها على قد ما تقدر في مصر، ولما تيجي هنا هتطورها. علشان خاطر هنا في الفنادق ممكن تلاقي نفسك الوحيد اللي عربي، 2 عرب في الفندق، فهتتعلم اللغة غصب عنك. تحياتي لكم جميعا. السلوجان بتاعنا العريش تسلم وتعيش.